بعد حوالي 22 سنة من حكم مصر، الملكة العظيمة حتشبسوت بتموت. الفحوصات الحديثة بتقول إن هي تقريبا ماتت في سن ال50، ويقال إنها كانت بتعاني من بعض الأمراض زي السكري وسرطان العظام، بس لأن المصري القديم ما كانش بيحب يعني يخش في تفاصيل موت الملوك، فاحنا للأسف ما نعرفش اللحظات الأخيرة بالنسبة لحتشبسوت كانت عاملة إزاي. المهم إن في اللحظة الملكة غمضت فيها عينها وماتت، ابتدى بقى في صوت كده جاي من بعيد، ظل بدأ يظهر للنور. من هو هذا الشخص؟ أنا يا عزيزي بتكلم على القائد اللي هي حيدته، الحلو اللي كبر خلاص وبقى ملك. أنا هنا بتكلم على تحتمس الثالث. حتشبسوت من غير ما تقصد ربت وحش عسكري وحضرته تحضير أحسن بكتير ما كان يحلم، عشان نشوفه بعد كده هو بيتحول لواحد من أهم الملوك في تاريخ مصر القديم. الملك الشاب بيوصل للعرش منفردا وهو عنده 25 سنة، وبدأ مع الوقت تدريجيا يبدل رجالة حتشبسوت برجالته، وكان عزيزي في هذه الحفرة بيدفن حتشبسوت من تاني. يعني في نظرية بتقول إن تحتمس الثالث كان عايز يعيد كتابة التاريخ بحيث يشيل ويمسح وجودها من النص، فيبان قدام الأجيال القادمة إن الحكم انتقل من جده لأبوه ليه. وخد بالك من حاجة مهمة جدا يا عزيزي، هو بهذه الحركة بيعمل ستيتمنت بيقضي على أي تهديد حقيقي للعرش. لو تفتكر يا عزيزي حتشبسوت كانت مخلفة بنت صغيرة، بنت الصغيرة بقى بسم الله ما شاء الله تطلع وتكبر وتتربى وتقول يا سلام وانا اوحش من ماما في ايه؟ انا زيها ابنة امون. هتقول لك كده؟ لا، احنا لم يحكمنا امرأة، عشان ما عملتش سابقة تاريخية ترجع تأثر عليا دلوقتي. ده يا عزيزي كان تفسير، في تفسير تاني زي ما قلت لك، دي منطقة ملغمة في التاريخ وتاريخ قديم فما نعرفش، وفي اختلافات بين المصادر. في ناس بتقول ان هو بريء اصلا من الموضوع كله، نظريات بتقول ان سيتي الاول وابنه رمسيس الثاني هم اللي مسؤولين عن ده، لانهم كانوا متشددين اكتر من تحتمس الثالث، وكانوا شايفين ان فكرة الملكة الحاكمة دي فكرة ضد التقاليد. الدليل على كده ان مثلا بنلاحظ ان ملك سيتي الاول لعب في اسم حتشبسوت في المسله بتاعتها في القرن، مش بس شال اسمها، لا ده حط اسمه مكانها كمان. خليني احكي لك على احدث نظريه ظهرت في دراسه سنه 2025. نظريه بتقول ان تكسير تحتمس الثالث لاثار حتشبسوت كان ممارسه طبيعيه وعاديه في مصر القديمه، اسمها التعطيل او ابطال المفعول، دي اكتيفيشن. لان في عقيده المصري القديم زمان التمثال لم يكن مجرد حته حجر او ذكرى ان في حد عايش هنا، لا ده كان كيان جواه قوه روحيه خاصه بالملك. انت مش بتتكلم على مباني تعمل شكل، مش بنعمل فورم، مش بنزين، لا لا لا، في حاجه اعمق جوه الجداريات دي. وعشان تحتمس كان عايز يامن انتقال العرش لابنه اللي هو امنحتب الثاني، فكان لازم يوقف القوه اللي جوه التماثيل، خصوصا اللي بتصور حتشبسوت في صوره ذكر، عشان الشرعيه تكون لابنه وبس. خليني اقول لك كمان ان طبقا للدراسات فالقصور والتشويه اللي بنشوفه دلوقتي حصل في عصور متاخره عن الملوك دول، والتماثيل اللي اتكسرت دي تم استخدامها كمواد بناء. فهنا ممكن نقول ان الزمن والناس هم اللي مسؤولين عن تدمير اثار الملكه، وده بيفسر او بيمنطق احنا ليه لقينا تماثيل متكسره حتت صغيره جدا وتماثيل تانية سليمه نسبيا.